أنا كنت واقف أمام مشفى الجامعة في إدلب، فجأة بيجي شخص عم يركض، عم يقول مشان الله ساعدوني، مشان الله أنقذوني، ما عاد بدي موت، أنا ما بدي موت. نحاول ينتحر وأخذ حبة الغاز. طبعا هو فقد الحياة بعدها 4 ساعات 6 ساعات وفقد الحياة. ولكن أنا هي اللحظات اللي شفتها بعيونه وهو عم يركض، هو عم ساعفينه وعم يركض مشان الله ساعدوني. الموت صعب يا أخي يا أختي، ما بيصير أنت تنهي حياتك بإيدك. مشان إيش؟ مشان هي الدنيا القهر اللي موجود فيها. الله سبحانه وتعالى هو قالنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسمى الدنيا دار ابتلاء، يعني هي فيها القهر وفيها كل شيء لنصبر. رب العالمين ما أرسلنا على هي الحياة وهي الدنيا هي للبسط والفرح وكل شيء، ما فيها رياحة. بحث لي عن شخص هو مرتاح بحياته، مهما كان زنجيل، مهما كان عنده سيارات، مهما كان عنده كل شيء. هذا الكلام مخصص لفئة الشباب، الأطفال اللي انتوا عم تسمعوني هلأ واللي متابعيني من سن 18 وتحت، 14 13 11 9. كثير عم بيألمني لما قريت الورقة اللي الطفل عمره 11 سنة كاتبة انه ماما بحبك وبابا بحبك، وعطت رسالة أخيرة وأخذت حبة غاز وأنهت حياتها فيها. هي